السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده حلقه مميزه جدا عن كورس للتربيه المنزليه في فصل الصيف. اكيد كلنا عارفين ان فصل الصيف فيه مشاكل واجهاد حراري. ممكن معايا ان تربيه المنازل مختلفه جدا عن تربيه المزارع والمنابر الكبيره، لان في المنازل مفيش خلايا تبريد، مفيش مراوح كبيره وشفاطات، مفيش يعني المعايير مختلفه، غير ان انت ما بتستخدمش تحصينات زي ما اتفقنا فيروسيه. اذا في اولويات في التربيه او في تريكات ونقط فنيه نقدر ان احنا ان شاء الله النهارده نقدمها لحضرتك علشان تكون دايما فرختك كويسه، تقدر تطلع فرخه كويسه مش اقل من 2 كيلو على عمر 33 يوم، وفي نفس الوقت يكون طعمها كويس، لان هو ده هدفك من التربيه المنزليه، انك تاكل دجاجه امنه وصحتها كويسه وتكون امنه على صحتك وصحه اسرتك. وطبعا ده كمان هدفي ورسالتي بالنسبه للتربيه المنزليه. وكالعاده قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على حبيبنا المصطفى عليه الصلاه والسلام، وما تنساش اشتراكك في قناتك. انا بعتبرها قناه حضراتكم، اشتراكك يشرفنا ويخليك دايما الحلقات الجديده تصلك على طول باستمرار. ويلا بينا حالا نبدا على بركه الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا على طول من اول استلام الكتكوت. في التربيه المنزليه استلام الكتكوت بيكون له معيار او في تركه حلوه قوي لازم تاخد بالك منها. لما تيجي تستلم الكتكوت في التربيه المنزليه، قبل ما تروح تشتري الكتاكيت وتحطها في الكرتونه اللي هنتكلم عنها دلوقتي، لازم اولا تكون انت محضر المكان كويس جدا من نشاره مفروضة تمام، من علف محطوط في العلافات، سقاية خلاص فيها المية بتاعتها. ما تقولش لما هروح اجيب الكتاكيت اجي ارتب واظبط لا، لازم تكون انت عامل كل حاجة قبل ما تتحرك تروح تجيب الكتاكيت. النقطة التانية، الكرتونة اللي هتشيل فيها الكتاكيت لازم تكون مخرمة او مفتحة من الاربع اتجاهات، بحيث ان الهواء او التهوية تدخل جوه الكرتونة. احيانا كتير جدا تبص تلاقي الناس جابت الكرتونه على ما وصلوا للبيت، ويا سلام بقى لو ما كانش محضر المكان وساب الكتاكيت في الكرتونه كمان نص ساعه ولا حاجه، تفاجئ ان الكتاكيت عرقت جوه الكرتونه. ده وحاجه وحشه جدا. عرقت جوه الكرتونه ده معناه ان الكتاكيت فقدت كميه كبيره من العناصر الغذائيه المهمه وبتخش في مرحله يعني اجهاد. انت كنت في غنى عن كل ده لو استلمت صح كرتونه مجهزه زي ما قلت لحضرتك، تفتح الكرتونه وتهويها من كل الاتجاهات وما تتاخرش. يعني انت تكون اصلا مجهز زي ما قلت نشارتك، علفك، سقاياتك، علافاتك، وبعدين تروح تجيب الكتاكيت وتيجي تفرشها على طول في الارض. طبعا بما ان احنا بنتكلم عن التربيه في فصل الصيف، فاكيد موضوع التدفئه مش هيشغلك او مش هيتعبك، لكن لو الكلام ده في الشتاء لازم تكون مدفي الغرفه قبل او المكان اللي انت هتحضن عليه قبل ما تروح تجيب الكتاكيت ب6 ساعات. ليه؟ لان على ما اللمبه اللي انت معتمد عليها او الشعله اللي انت معتمد عليها تدفي الاوضه اللي فيها جدران برد، ودرجه حراره الجدران بتاعه الغرفه برد يعني بارده جدا، وعلى ما الحراره تدفى وتوصل للنشارة مش أقل، لا تقل الكلام ده لا يقل عن 6 ساعات تشغل الشعلة وتشغل التدفئة علشان الكتكوت يجي يلاقي المكان دافي. نخش بعد كده على النقطة التانية، درجة حرارة مياه الشرب. في الصيف خد بالك دايما المية بتبقى في الحنفيات في يعني في البيوت سخنة. طيب الحل ما تسقيش بقى المية السخنة دي. تعمل يا ريس؟ في تلج انت المفروض بتحطه في الفريزر، يعني حاجة زي دي كده، ممكن مثلا بتجهز حاجات زي دي كده، بتقطع ازازه الميه من النص وتملاها ميه تحطها في الفريزر مثلا، فتيجي بعد تاني يوم تلاقيها تلج كويس جدا، تروح حاططها في جردل الميه اللي هتسقي بيه للفراخ، فتخلي دايما الميه مشبره. عارف انت يعني الميه كول حلوه طعم. زي النقطه الثالثه التصويم. احنا بنسمع عن التصويم وان احنا المفروض في الصيف نمنع او نشيل العلف من قدام الفراخ. ايوه انا معاك في النقطه دي، لكن ما تعملش او ما تبداش التصويم قبل عمر 20 يوم. اشمعنى؟ لان الكتكوت قبل عمر 20 يوم لن يتاثر بالحراره قوي، يعني مش هيحصل له
نافق ولا فقد في الوزن بالشكل اللي هو بعد 20 يوم. الفراخ لحد عمر 20 يوم بيكون وزنها يعني لا يزيد عن 750 850 جرام. فلحد هنا كده نسيب العلف قدام الفراخ طول النهار مفيش مشكله. بعد عمر 20 يوم الافضل بقى انك تعود الفراخ خلاص على انك تصومها من الساعه مثلا 10 11 الصبح حسب درجة حرارة الجو كده، ترفع العلافات من 10 11 لحد مثلا 6 7 المغرب برضو حسب الجو معاك. وخد بالك خد بالك خد بالك، اوعى لما الهواء البارد يدخل عليك وتفتح الشباك والهواء البارد يدخل، اوعى تفتح الشباك بالشكل اللي يخلي الهواء يدخل مباشرة على الفراخ، لان لو حصل الكلام ده النافق بيكون اكتر من الحر. يعني صدمة الهواء البارد ودخلته على الفراخ الحر المجهدة من الحر دي، صدمة الهواء البارد طلع يعني انا شفتها مرة في عنبر حاجة تحير، لان لما الهواء البارد جه النافق اشتغل. ليه؟ ده موضوع يطول شرحه، انا كنت شرحته قبل كده في حلقه للناس المتخصصه، لكن احنا النهارده بنتكلم عن التربيه المنزليه، علشان كده مش عايز ادخل مع حضراتكم في تفاصيل فنيه انا قلتها قبل كده في حلقه الاجهاد الحراري السنه اللي فاتت. ندخل على النقطه اللي بعد كده. بالنسبه للاحماض العضويه والفيتامينات، تقدر انك تستخدم فيتامين سي، تقدر انك تجيب احماض عضويه، لان الاحماض العضويه او الخل وفيتامين سي بيقللوا الاجهاد الحراري، بيقللوا المشاكل اللي بتحدث من الاجهاد الحراري. طب هو ايه المشاكل اللي بتحدث من الحر؟ يعني ايه الفراخ يحصل لها ايه؟ اولا الفراخ لو ما ماتتش من الحر ده مش معناه انك نجحت. نجاحك ان الفراخ ما يقلش وزنها بسبب الحر، ما يحصلش مشكلة في معامل التحويل بسبب الحر. لان لو انت اكلت علف والفراخ ما ماتتش لكن ما زادتش في الوزن، يبقى انت الخسران. فما هياش، اصل في ناس يقول لك لا اكل علف عادي، في ناس تقول لك اكل علف عادي، مش واخدين بالهم ان انت خسران برضه. ممكن تقاوح وتقول اصل الفراخ ما ماتتش لما سبت العلف قدامها عادي، لكن يا صديقي العزيز التحويل، الفلوس اللي انت جبت بيها علف دي انت اولى بيها. خساره، ما تاكلش في الحر. فراخ مش هتستفيد حاجه لما تاكلها علف في الحر وترجع انت اللي تخسر فلوسك وترجع تشتكي الفراخ في الصيف ما بتكبرش ليه. المفروض ان احنا بنعتمد في فصل الصيف على الليل، تعتمد على ان الاكل والتحويل يكون بالليل، وبالنهار فرخ يرتاح يهضم العلف اللي كله بالليل فيزيد في الوزن بالنهار وما يفقدش علف او فلوس بالنهار. لا، اللي كله بالليل بيزيد معاك بالنهار مفيش مشكله، لكن لو كل بالنهار بيحصل اجهاد حراري، الفرخ ما بيزيدش جرام عن صاحبه اللي اكل بالليل فقط. يبقى انت كده ضيعت اكلة النهار. العلف اللي انت حطيته بالنهار ده ما استفدتش منه حاجه. فخد بالك، يكفيك في دورة الصيف انك تعتمد على الليل في موضوع الاكل، وبالنهار زي ما قلت لحضرتك تبدا انك ترفع العلافات من الساعه 10 الصبح لحد 6 7 المغرب لحد ما الجو يظبط، وبعدين تاكل تاني وهكذا. اخر نقطه حابب اوضحها لحضراتكم، الادويه زي مضاد السموم والغسيل الكلوي اللي انت بتسمع عنها في قنوات اليوتيوب ما هياش مهمه في التربيه المنزليه. الفيتامينات والاملاح المعدنيه ما هياش مهمه في التربيه المنزليه. ازاي يا دكتور سامح؟ الكلام ده كبير. ما انا هقول لحضرتك تك على الصبر يعني بالراحه شويه. علشان تدور على واحد زملكاوي في اسره، احتمال يعني كم في المية تلاقي واحد زملكاوي في الاسره؟ نادر، يعني حاله خاصه. انا زملكاوي ماشي، انا حاله خاصه. لكن عشان تدور على واحد زملكاوي في بلد كامله هتلاقي بقى زملكاويه كتير على مستوى مثلا المدينه. لكن نفس الفكره دي قيس عليها بقى ان فيتامينات اللي هي السيلينيوم والاملاح المعدنيه والفيتامينات، كل دي هي مكملات غذائيه موجوده في العلف. فعلشان تلاقي فراخ او فرخه ما فيهاش او عندها نقص فيتامين الف د او نقص املاح او نقص هي سيلينيوم، يبقى لازم يكون التربيه اعداد كبيره. لكن كون انك بتربي 50 ولا 100 فرخه، نادر لما تلاقي فرخه متاثره بسبب الفيتامينات او الاملاح او يعني. فعلشان كده خلي اولوياتك في التربيه المنزليه، لانك عايز توفر فلوس. انت بتعتمد في التربيه المنزليه على ايه؟ انك توفر في مقابل عدد قليل. ما انت العدد القليل ده لو صرفت عليه يبقى انت كده شغال في الفاضي. لا، ده انت شطارتك ازاي توفر في العدد القليل فمكسبك يزيد. طيب اوفر ازاي؟ موضوع الادويه ده طلعه من دماغك. الفراخ في التربيه المنزليه بتعتمد على النشاره والحراره والرطوبه والرعايه والنظافه.
يعني الاداره بتاعتك للمكان نفسه. يعني اقول لك الفرض ولا السنه؟ يعني الحاجات اللي انا بقولها دي هي دي الفرض، ده اللي لازم تعمله. السنه بقى انك تروح تجيب شويه فيتامينات شويه املاح معدنيه، دي سنه، لان العدد قليل زي ما قلت لك. مش هتلاقي حد زملكاوي عنده نقص مثلا في فيتامين ا د او نقص الاملاح، فيعني انت فما تروحش تجيب الحاجه السنه او الحاجه النادره، فما تروحش تجيب ادويه الفراخ مش محتاجاها وتصرف عليها فلوس يا حبيب قلبي، وانت في غنى عن الكلام ده. انت اولى بكل جنيه، علشان خاطر الموضوع كله في الاخر موضوع اقتصادي. احنا بنربي فراخ مش حبا في جمال عيون الفراخ، احنا بنربي فراخ في التربيه المنزليه علشان نكسب وعلشان ناكل فراخ طعمها حلو. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.